السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير، صحة وعافية، آمين يا رب العالمين. معكم اليوم قصة رعب واللي بيخاف لا يدخل. هاي قصة حلوة كتير وإن شاء الله تعجبكم. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بيقول الشاب: أنا عمري ما كنت مؤمن بالسحر ولا بفكر بيه أبدا، لحد ما في ليلة فتحت فيها صندوق اللي ورثته من جدتي. ورثت بيت قديم من جدتي. سألته ست غامضة وعمرها ما كانت بتخاف من أي حاجة بالدنيا كلها، كان قلبها زي الحجر. بس بعد ما ماتت سابت لي سر أكبر من أي عقل يقدر يستوعبه أو يستحمله حتى أو يفكر فيه. جوه الفرن اللي في البيت القديم لقيت حاجة كان لازم تفضل مدفونة، مفتحهاش خالص حتى لبعد ما أموت، ولا خلي حد يفتحها خالص. بس الفضول قتلني وما قتل، والفضول بيقتل صاحبه، واللعنة بدأت من هون. يلا نبدأ القصة. العين الجافة. أنا عمري ما كنت مؤمن بالحاجات اللي بيقولوا عليها السحر وبتاع، لحد ما في يوم، اليوم المهبب اللي ما طلعت له الشمس، اليوم اللي فتحت بيه صندوق جدتي. جدتي كانت ست قوية عايشة لوحدها في بيت قديم على طرف البلد اسمها جواهر. ستي دايما ملامحها جامدة وعينيها فيها رهبة كبيرة، محدش كان يقدر يبص عليها، حتى يبص في عينيها كانت بتخوف جدا. عمرها مثلا ما عيطت، لا حتى لمات جدي ولا أي حد من أولادها اتوفى عيطت عليه، بكت عليه. آه، ولا حتى لما واحد من أفراد العيلة حتى مات ما بكيتش عليه ولا خلت نفسها إنها زعلانة عليه من أصله، علشان تفضل الست الجامدة اللي ما فيش زيها حدا. آه، علشان كده لما بدأت تفقد نظرها، قالت لي: أنا دفعت تمن حاجة اسمها جفاف العيون. زي ما سمعتها كده، كانت زي اللعنة، ده مش مرض، ده لعنة هي أخدته من عمايلها. ما فهمتش قصدها غير لما سبت لي صندوق خشب قديم جدا، وورق وشوية صور وأجندة صغيرة، ودتهولي قبل ما تموت بيومين بس، وما فهمتنيش أي حاجة بعد كده. بس قالت لي: ما تفتحوش هنا، استنى لما تبقى لوحدك، ما تفتحوش وانا عقيد الحياة. الفضول كان حيموتني أول ليلة. على طول فتحت الصندوق، ما استنيتش لتاني يوم الصبح. كانت الأجندة كانت بوابة على عالم تاني عمري ما تخيلته إنه موجود هنا. كانت بتكتب فيه كل حاجة كانت بتحصل معاها. كانت بتكتب حاجات تموتك من الخوف بمجرد قرايتها. من هنا وأنا كنت صغير، هي كانت بتساعد واحدة ست اسمها أم فارس، كانت مشهورة في البلد إنها بتعالج بالأعشاب. بس اللي كان الناس ما يعرفوش إنها كانت بتعمل أعمال وتدفنها في المقابر، وتقدر تخلي الناس يختفوا بلحظة ما فيهاش ضوء قمر. كانت بتخلي الناس تختفي ولا كأنهم موجودين على الحياة من أصله. جدتي اتعلمت سحر منها بسرعة، علشان هي عينها بتلقط وتعرف كل حاجة تعملها من أول بصة تبصها. لما الست دي ماتت، جدتي ورثت عنها حاجة اسمها العين الجافة. دي لعنة بتصيب اللي بيشوف أكتر من اللازم، وكل ما حاجة تشوف حاجة من صعبة عليها كانت بتفقد شوية من عيونها. كل ما يعملوا عمل صعب، زي لو في أعمال سفلية، النظر بيقل شوية شوية. تمن القوة، زي ما كانت بتقول، كل حاجة ليها تمن يدفع. بس ده ما كانش أسوأ حاجة. قريت كل حاجة بعد ما جدتي اتوفت لحد آخر صفحتين. جدتي كتبت عم
آخر صفحتين جدتي كتبت عن عمل عملته لبنت كانت المفروض إنها خانت الرجل بتاعها، خانته مع ابن الجيران، ونفذوا عليها حكم القتل بس ما قتلوهاش قتل طبيعي. دفنوها وهي عايشة، دفنوا البنت وهي عايشة انتقاما للرجل بتاعها إنها خانته، وهو كان المفروض جوزها. وخيطوا بقها عشان ما تصرخش، ودفنوها جوا الفرن وسكروا عليها بالإسمنت المسلح. البيت اللي أنا ورثته ما صدقتش، بس رحت أدور فعلا على الفرن اللي مقفول عليه الإسمنت القديم. فضلت أيام أفكر أكسره ولا لأ، وفي الآخر آه، ت- آه، في الآخر قررت إني أكسر هذا الفرن وأشوف شو اللي محطوط بسطي. معقول إنهم دفنوا البنت وهي عايشة؟ كيف بدها تكون حالتها هلأ؟ بفتكر هيك إنه بدي لاقيها عايشة الغبي. أخدت وقت طويل علشان أشيل الخرسانة، بس اللي لقيته ما كانش جثة، كان عروسة شابة بني أدمة، كانت ناشفة ومتخشبة، جسمها مش طبيعي وبقها متخيط بسلك مصدي، وعلى صدرها ميدالية ولسه بينقط منها الدم، لسه بتنزف دم علشانها ماتت مغدورة. قررت أحرق البيت وأحرق كل شي فيه، بس من يوميها وأنا مش قادر أبطل أشوف خيالات في زوايا البيت. مش عارف أنام، كل ما أرمش أشوفها وشها أسود بيبصلي، وأنا خايف أني ليه ما أنقذتنيش قبل ما يفوت الأوان. دي لعنة جدتك عليا، إنها شافتني بخون جوزي وعلشان هيك انتقمت مني ودفنتني وأنا لسه عايشة. والأسوأ إنه نظري بدأ يضعف ويقل شوي شوي. كان بيقل النظر عندي لحد ما بقيت أحسس إنه مش شايف الطريق قدامي. كل هاد علشاني كشفت اللعنة اللي كانت ستي دفناها بالفرن. وكان في حاجة جوا عيني بتموت شوي شوي، وكان الدور عليا إني أموت. كل ده علشان ورثت جدتي البيت الملعون. يا ريتها كانت حرقت الصندوق قبل ما تعطيني إياه. آم، دي كانت الورثة اللي ادتها لي، كانت بتديني اسم وكانت بتديلي الموت بإيديها. تمت القصة، وإذا عجبتكم آه لا تصدقوا، هاي قصة من الخيال ولا حد يخاف ولا حد المهم، هاي كانت قصتنا، أتمنى تكون عجبتكم، أتمنى تفاعل كتير، وأتمنى يا رب إني أفعل القناة أو ألاقي عليهم اشتراك كتير ومعجبين كتير وصلوا على النبي كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحبكم بالله، لا تنسوني من دعوة حلوة منكم. كانت معكم ريتا جمال. الله يفرج علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.